إن سورة في القرآن تسمى بسورة النصر، لتكون الهمم عالية، لتكون النفوس طامحة ثابتة على هذا الدين، فالنصر لهم والمستقبل لهم. سورة النصر سورة عظيمة. قال الله جل وعلا نبيه: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، بعد أن أخرج منها، خرج هاربا بدينه مع أبي بكر رضي الله عنه، واختبوا في ذلك الغار، ثم يعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 10 سنوات فاتحا لها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. العزة للأهل الإيمان، الرفعة لأهل الإسلام، التمكين للمؤمنين. نعم يا عباد الله، إن الله جل وعلا قص علينا في كتابه خبر هذا الأمر في غير ما آية، أن المستقبل هو للمؤمنين.